أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات فوازير ومنين يا بلدينا وإحنا بلدنا إيه؟ والمفروض تقولوا إن اسم المحافظة اللي بنتكلم عنها. محافظتنا اللي بنتكلم عنها النهاردة محافظة من إقليم شمال الصعيد، وإحدى محافظات شمال مصر الوسطى جغرافيا. عاصمة محافظتنا مدينة بتحمل نفس اسم محافظتنا، واتسمت محافظتنا على اسم عاصمتها بقرار من محمد علي باشا سنة 1821. أما بقى بالنسبة لاسم محافظتنا أيام المصريين القدماء فكانت بتسمى بوفيسيا، وهي إحدى أهم المدن المقدسة بوادي النيل، ولعبت دور هام في الحضارة المصرية القديمة. محافظتنا كانت مقر للملك ليوسوين إحدى ملوك الدولة المصرية القديمة قبل توحيد القدس، واستخدمها حكام إهليسيا كبناء على النيل لمدينة إهليسيا ومنتزه ليها. محافظتنا كانت عاصمة للبلاد في عهد الأسرة التاسعة والعشرة، يعني في الفترة ما بين 2240 ل 2100 قبل الميلاد. استمرت محافظتنا اللي بنتكلم عنها النهارده في إن هي تلعب دور هام في الحضارة المصرية القديمة حتى العصرين اليوناني والروماني، وصنفت بأنها أفضل مدن مصر على ضفاف النيل. اسم محافظتنا في اللغة القبطية بتسمى باني سوف، وركزوا شوية في الاسم لأنه بعد كده اتحرف وبقى هو الاسم الحالي لمحافظتنا اللي بنتكلم عنها. أما بقى الاسم محافظتنا أيام الفتح الإسلامي لمصر فهو حولوه من بوفيسيا إلى مينيفيسيا للاستسهال، مش عارفة ازاي الاتنين أصعب من بعض. أما بقى بالنسبة للاسم الحالي لمحافظتنا فليه روايتين. الرواية الأولى إن المساحين الأتراك خلال الحكم العثماني أخطأوا في اسم محافظتنا استسهالا فحرفوه من مينيفيسيا إلى اسمها الحالي. أما بقى بالنسبة للرواية التانية فبتبدأ تاريخها من سنة 1527، وإن السبب في تغيير اسم محافظتنا من مينيفيسيا إلى اسمها الحالي اللي كان فيه قبيلة عربية بدوية بتسكن هذه المنطقة، فتغير اسمها نسبة إلى هذه القبيلة. مساحة محافظتنا حوالي 10954 كيلو متر مربع، 8 مدن، 8 مراكز، 39 وحدة محلية، 222 قرية، وعدد سكانها حوالي 3,520,657 نسمة. ورغم إن مساحة محافظتنا حوالي 1% من مساحة جمهورية مصر العربية، إلا إن محافظتنا بتتميز إنها بتجمع ما بين الطابع الزراعي والصحراوي. أما بقى بالنسبة للعيد القومي لمحافظتنا فهو بيوافق يوم 15 مارس، وده الذكرى اللي قام فيها أهالي محافظتنا اللي بنتكلم عنها النهاردة بقطع خطوط السكة الحديد للقطارات الإنجليز وانقلاب هذه القطارات وموت بعض الجنود الإنجليز. والأحداث دي كلها كانت أثناء ثورة 19. بس شوية كده إن محافظتنا النهاردة صعبة رغم إن أنا قلت العيد القومي بتاعها وأحداثها، ودي أحداث مهمة ما تتنسيش. بس يلا هسهلها لكم شوية وأقول لكم على أهم المعالم التاريخية اللي موجودة فيها. طبعا محافظتنا عدى عليها عصور تاريخية كتيرة، فبالتالي محافظتنا متحف تاريخي مفتوح. بس من أهم المعالم التاريخية اللي موجودة فيها هرم ميدو، تاني أقدم هرم مدرج في العالم، بناء الملك حوري آخر ملوك الأسرة الثالثة. طبعا ده غير بعض الآثار المصرية القديمة اللي موجودة في مراكز وقرى محافظتنا اللي بنتكلم عنها النهاردة، زي جبالة سدمة الجبل والدشاشة والحيبة، وغير بعض الكنائس والأديرة اللي منتشرة في أرجاء محافظتنا اللي بنتكلم عليها. وكده أنا مسهلها لكم كتير لأن قايلة بالأسامي اللي لسه موجودة لحد دلوقتي. من أهم الحاجات المميزة لمحافظتنا اللي بنتكلم عنها النهاردة إن على أرضها تم اكتشاف مقبرة صغيرة فيها مومياء لطفلة صغيرة، وتحت رأس هذه الموميا مخطوط كامل على جلد الغزال بالخط القبطي. وعند ترجمة هذه المخطوط وجد إنه مزامير النبي داود، والمخطوط ده موجود حاليا في المتحف القبطي. طبعا ومش هنقدر ننسى الآثار الإسلامية اللي موجودة في محافظتنا اللي بنتكلم عنها، فهنلاقي مقبرة الأمير أحمد شديد، ومقبرة مروان بن محمد، ومسجد السيدة حورية. كلمة وقالها فيلسوف اللي يلف الدنيا يشوف. يا ترى كنا فين النهاردة؟